عايز تبقى شريتد بسرعة جدا؟ تعال اقولك ازاي تعملها. ورقة وقلم وتعالى لي. اول حاجة لازم تعمل كالوري ديفيسيت، عجز في السعرات من 750 سعرة الى 1000 سعرة في اليوم. ده اقل واجب، انت عايز بسرعة بقى. هتحس انك جعان قوي، بس هو ده اللي احنا عايزينه. شوية ومعدتك هتصغر وهتتعود على الجوع ده. عايزينك تعمل اغلب مشاويرك وانت بتتمشى على الاقل 12000 خطوة في اليوم. احسبهم على السمارت ووتش او الموبايل. حاول بقى تعمل الكارديو بتاعك مش اقل من 45 دقيقة في اليوم، ويا سلام لو تعمله فاست كارديو. بس افصله عن تمرين الحديد لو هتعمله فاست كارديو، ويبقى لو انتنسيتي كارديو، يعني مثلا مشي خفيف على التريدميل انكلاين 15 مثلا، سرعة 4 أو 5 على حسب مستواك فين ونسبة دهونك فين. كل الفكرة ان احنا مش عايزين نخسر عضلات، وفي نفس الوقت عايزين ندخل جسمنا في الفات بيرنينج زون، فعشان كده بقول لك انكلاين على حاجة خفيفة. واهم حاجة بقى في القصة دي كلها عشان تحافظ على عضلاتك هو انك تعلي في البروتين، يعني تخلي البروتين اعلى حاجة في الماكروز بتاعتك، وطبعا يبقى محسوب من ضمن احتياجك اليومي. واكبر غلط هو انك بتقطع كارب. اوعى تقطع الكربوهيدراتس، حاول تخليها من البطاطس والرز اكتر، ويوزنهم دايما قبل الطبخ. ونصيحه مني بجد، اعمل كارب سايكلينج، هيفرق جدا في الحرق بتاعك. افضل العب كده بالكربوهيدراتس، طالع نازل، هاي لو ميديوم، العب بيه. والجزء المهم قوي برضو هو تمرينك. انت لو عملتش شده عاليه في التمرين بتاعك واتمرنت زي الراجل، حقيقي هتخسر عضلات، لان جسمك فيه عضلات كبيره علشان انت بتعمل مجهود كبير. اول ما جسمك هيحس ان مفيش مجهود، مش محتاج العضلات دي كلها، هيبتدي ينزل العضل وحجمك هينزل. فادي لجسمك سبب انه يحافظ لك على العضلات دي. عضلات اكبر، تمرين اقوى. حاول تدخل خضار في يومك عشان يديلك فايبرز، بس ما تكترش فيها عشان ما توجعلكش بطنك. حاول تاخد سبلمنتس والفيتامينز بتوعك، ولو عايز سبلمنتس ممكن تاخدها من ايفي بروم كود يها 15. حقيقي في الفتره دي هتبقى محتاج، لان جسمك هيبقى ضعفان جدا، فمحتاج اي زقه. فنصيحتي اطلع على ايفي دلوقتي. طبعا بفكرك ان مفيش جانك فود خالص ومفيش زيوت، بس مفيش مشكله ان بعد كل اسبوعين تاخد لك واحده تشيت ميل. اكلك طبعا محسوب بالميزان، واشرب ميه مش اقل من 4 لتر في اليوم. في الاخر بصراحه ده مش اصح حاجه او مش اكتر طريقه صحيه تمشي عليها، بس لو عايز نتائج سريعه هو ده الحل.